السلام عليكم الدراري، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحاولوا نشرحوا واحد الموقع اللي هو مهم بزاف بزاف بالنسبه للكريبتو ولا للعملات الرقميه بصفه عامه. موقع كما كتشوفوا هذا هو الاسم ديالو، غتحاول تدخل لاي متصفح وتكتب ارشيف وغيطلع لك انترنت ارشيف. غتضغط على اول سيت، وتستنى حتى تحمل معك الصوره. هذا الموقع هذا راه مزيان ومفيد بزاف الدراري. علاش؟ لانك تقدر تكون داخل شي عمله باش تعرف واش الفريق انه سحب السيوله ولا ما سحبهاش، واش الماركت كاب اللي كان في الاول هو اللي باقي. يعني يعطيك بزاف ديال الحوايج، تعرف اسعار العملات شحال كانت دايره وبزاف ديال. المهم غادي تحاول تمشي لهاد الخانه، هذه الخانه ديال البحث، وغادي تحاول انك من الاحسن تضغط تنسخ الكوين ماركت كاب كامله. مثلا على سبيل المثال تدخل لاي متصفح وتنسخ الكوين ماركت كاب على هذا الشكل. هذا رابط الكوين ماركت كاب وتحطه هنايا تحطه هنايا، ثم تضغط على السهم هذا، ثم تستنى حتى تحمل معك الصورة. كما كتشوفوا الدراري هذه هي الواجهة ديال الموقع. اولا كيفاش تخدم بالموقع؟ شوف، الموقع كيعطيك هنايا اعوام. هذا اعوام، حاول انك تجرب يدك باش تحرك الاعوام. مثلا انا غنجرب يدينا بحال هكا. غتشوف الانطلاقه ديال الارشيف من اول عام ديال 2013 كما كتشوف. ها هي 2013، ولكن كان شويه الداتا قليله. كذلك 2014 كما كتشوف على هذا الشكل كانت هي الداتا قليله. مهم كاين الارشيف. على سبيل المثال غادي نحاولوا نختاروا 2013، وغادي نحاولوا نطلعوا شويه. هنا كيعطوك الشهور، ولكن 2013 الارشيف اللي خدام شويه مزيان هو هاد الارقام اللي كتشوف فيها بالزرق. هاد الايام هادو هنا كاين مسجل الارشيف. اما اللي بالابيض هادو فالارشيف ديالهم ما مسجلش. مثلا شهر كذا في نهار كذا. اذا عندنا غير هاد 11، وهادشي اللي بالازرق باللون الازرق. غنضغطوا على اي رقم باللون الازرق، مثلا 11 هادي، ثم غادي نختاروا اي وقت من هاد الاوقات هادو. كما كتشوفوا هاد الاوقات غادي نختاروا واحد الوقت معين. على سبيل المثال نضغطوا مثلا على 20، يعني الثامنة 8 توقيت الساعة، يعني 8 غادي نضغطوا عليه ونتسناو حتى يتحمل معنا. رغم ان شوية الموقع ثقيل، ولكن موقع مفيد بزاف انك ترجع عملة معينة باش تشوف الماركت كاب ديالها واش بقى هو نفسه ولا السيولة تسحبات ولا بزاف ديال العوامل. كما كتشوفوا غادي نحاولوا نردوا الترجمة باللغة الإنجليزية، نديروا تراجع. عندنا كما كتشوفوا الدراري عملة البيتكوين. ماشي كتشوفوا الدراري، عندنا أول عملة هي البي تي سي. كاين بعض العملات ما غاديش تعرفوهم. ها هي البيتكوين. هذا البيتكوين هنا الماركت كاب ديال البيتكوين شحال كان كما كتشوفوا دقيقة. هذا هو الماركت كاب ديال البيتكوين، تقريبا كان داير مليار و283. وعندنا هنا هذا هو سعر البيتكوين في 2013، كان داير 115 دولار كما كتشوفوا. وعندنا هاد الخانه الثانيه هذه، وهو توتال سوبلاي ديال البي تي سي في ديك الوقيته. توتال سوبلاي كان تقريبا 11 مليون و142 الف. واي عمله بحثتي عليها غتلقاها، ولكن غيثير الانتباه ديالك ان بزاف ديال العملات كاينين هنا حاليا ما كاينينش، ما بقاوش بزاف ديال العملات، بزاف ديال الاسماء. كما كتشوف هاد العمله، هاد العمله، هاد العمله ما كاينينش. علاش ما كاينينش؟ هادو بعض المشاريع كانوا ديك الوقت 2013 انطلقوا، ولكن عباره عن مشاريع وهميه فقط ومشاو. غادي نحاولوا نطلعوا بيدينا تقريبا، نحاولوا نختاروا شي سنه اخرى معينه، لان 2013 كانوا نوعا ما بعض العملات قلال. من الاحسن نخلوها 2017. نضغطوا على 2017، ثم نضغطوا على يناير على شهر 3، ثم نضغطوا نفس العمليه اللي درنا في الاول باش تعطينا اوضح واكثر من عمله. يعني انتم كما كتشوفوا 2017، نحاولوا نصغروا الشاشه شويه. عمله البي تي سي هي تقريبا عليا. ماشي عمله البيتكوين كان الماركت كاب 16 مليار، وكان السعر داير 1034 دولار للبيتكوين الواحده. كذلك عندنا كما كتشوفوا الايثيريوم في 2017. هو الايثيريوم كان تقريبا الماركت كاب ديالو 737 مليون،
وكانت القطعة الواحدة كانت 843. وغادي نجرو شي شوية غيبان لينا العرض المتاح. العرض المتاح اللي كان في الإيثيريوم هو 87 مليون ديال الإيثيريوم، واللي كان في البي تي سي هو 16 مليون تقريبا. وكاين بزاف ديال العملات، منهم عملات دابا المونيرو اكس ار بي كما كتشوفوا. غادي نحاول نكبر شويه الشاشه. عندنا الاكس ار بي ريبل، هي كانت الماركت كاب ديالها ديك الساعه القيمه السوقيه كانت 229 مليون، وكان السعر كما كتشوفوا السعر هو كانت بواحد الثمن اللي هو يضرق قلبك، يعني ثمن اللي هو 0.2 اصفار 63. يعني غيرا على الثمن والفرصه اللي فات، هاد السيت ويب او هاد الموقع هو مفيد الدراري بزاف بزاف، انك تشوف بعض المشاريع اللي ديجا كانت ما معروفاش حاليا وتبخرات ومشات. هو الانسان باش يحسن الاستثمار ديالو، باش يبحث على عمله معينه، شحال كانت الماركت كاب ديالها، رغم تزادوا نسبه العملات في السوق واش بقى نفس الماركت كاب ولا تم الفريق كيصرف والفريق كيسحب سيوله. يعني خلاصه الامر هذا الموقع بزاف بزاف مزيان، وبالتوفيق للجميع والله يوفق الدراري.